مصر بترد على ترامب ونتنياهو بتقول لهم الحشود العسكريه بتاعتنا في سينا احنا مش هنخرجها، وهنزود كل جنودنا في سينا لو ما بطلتوش اللي انتوا بتعملوه ده. كمان الجنود اللي في سينا دول هنضاعف اعدادهم لو فضلتوا مكملين في السيناريو بتاع التهجير. يا عم احمد ده اعلان حرب. انا هقول لك بقى، مصر ردت على لسان الهيئه العامه للاستعلامات لما طلعت امبارح وقالت ان كل اللي اتردد في وسائل الاعلام عن كلام نتنياهو ان في تواجد عسكري في سينا مخالف لاتفاقيه السلام، الكلام ده ملوش اساس من الصحه. احنا ما خالفناش اتفاقيه السلام، احنا حاطين القوات دي كلها موجوده عشان تامن الحدود المصريه ضد كل المخاطر بقى، ضد عمليات التهريب وعمليات الارهاب. القوات المتواجده في سينا دي جايه في اطار التنسيق مع اطراف معاهده السلام. يعني انا مش بحط اسرائيل بس، انا بحط امريكا كمان في الصوره، وان مصر بتحرص دايما على استمرار معاهده السلام دي، لان احنا مش عايزين حرب. بس لو انتوا عايزين اهلا بيكم. ايه ده يا عم احمد؟ امال فين بقى الكلام احنا هنضاعف قواتنا في سينا؟ هو الكلام ده طلع بس مش عن طريق الهيئه العامه للاستعلامات، الكلام ده طلع في تقارير اعلاميه بتقول ان موضوع التهجير ده لو حصل بس ان رجل فلسطيني دخلت اراضي سينا، على سبيل مثلا ان هم دفعوا الفلسطينيين داخل سينا، ساعتها مصر هترد على ده هي تزود اعداد الجنود اللي على الحدود 3 4 اضعاف. يعني لو في 100,000 هيبقوا 400,000، لو في مليون هيبقوا 4 مليون، والحسابه بتحسب. فالخلاصه يعني من الموضوع دوت ان اسرائيل ونتنياهو مرتبكين من تواجد القوات العسكريه واختراق اتفاقيه السلام من مصر، واحنا مخترقينها مفيش مشكله، بس اعلى ما في خيلكم